كلمتين وبالمختصر. بص حواليك، زميلك بيرقص عليك، المدير بيرقص على صاحب المؤسسة. الرقص اللي أقصده وبتكلم عنه مش رقص جسدي، لأ، رقص لسان. يضحك في وشك، أخويا حبيبي صاحبي، أول ما تمشي يجيب في سيرتك كأنك عدو. صاحبك في الشغل يقولك اوعى تسكت، تتكلم، خليك جريء، ولما تتكلم يرجع يرقص ورا المدير، يبرر، يلطف، يقول معلش هو ما كانش يقصد. المدير نفسه عامل فيها قائد وبطل، بس أول ما صاحب المؤسسة يظهر يبدأ يستعرض. كلنا تحت أمرك، بنشتغل ليل نهار، الفريق اللي معانا متميز، كله بيرقص على كله، تمثيل، تطبيل، خضوع، كل واحد بيبيع اللي تحته عشان يرضي اللي فوقه. مفيش مبدأ، في مسرحية، كلنا بنتفرج على بعض واحنا بنمثل. واللي مش عارف يرقص يتقال عليه ايه ده جامد ومش مرن، ما ينفعش في الجو ده. بلاش تكون من اللي بيرقصوا ولا تكون مهرج في السيرك. خليك من النوع اللي بيقول اللي جواه من غير لا لف ولا دوران. بس عارف في الزمن ده اللي مش بيرقص بيتشال من المسرح. عموما افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني اللي بيتفزلك ويتكلم كتير ويتمنظر مش بس مزعج، ده من أبغض الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم.